قليل انتهت المباراة النهائية ديال كأس آسيا ما بين المنتخب الأردني بقيادة المدرب المغربي حسين عموتة وكذلك المنتخب القطري. وصراحة من بين أسوأ المباريات اللي كتشم فيها ريحة الفلوس والحكم مشري. علاش؟ لأن المنتخب القطري الذي انتصر ب3 أهداف مقابل هدف واحد للمنتخب الأردني، تخيلوا معايا 3 أهداف كلها ضربات جزاء، كلها ضربات جزاء. وهناك بعدا واحد ضربتين جزاء واضحه وضوح الشمس على ان ما فيهاش، واضحه على انه ما كاينش الاثر ديال ضربه جزاء. مع ذلك الحكم كيحتسب 3 ضربات جزاء للمنتخب القطري، وتسبب في سرقه واضحه وضوح الشمس للكأس من المنتخب الأردني. المنتخب الأردني كان بشكل واضح هو للاعب بشكل ممتاز، سجل هدف يعني رائع، وكان الأداء ممتاز، وكانت يعني السيطرة في الميدان. لكن الحكم له شيء آخر. الحكم قال لك يا سيدي 3 ضربات جزاء للمنتخب القطري، وهنا بطبيعة الحال فين كيبان لك على أن الأمور محسومة قبل حتى أن تكون هناك مباراة. فبالتالي المنتخب القطري مع الأسف الشديد يسرق الكأس من المنتخب الأردني. واللي بقى فيا بطبيعة الحال هو المدرب المغربي حسين عموتة اللي حقق إنجاز تاريخي بالنسبة للمنتخب الأردني وأوصله للنهائي ديال كأس آسيا. وصراحة المنتخب الأردني كان يستحق التتويج بهذا الكأس، لكن مع الأسف الشديد هناك أمور أخرى بطبيعة الحال، من بينها الحكم اللي اتخذ يعني بعض القرارات اللي عجيبة جدا. 3 أهداف ديال المنتخب القطري كلهم ضربات جزاء، 3 أهداف كلهم ضربات جزاء، 3 ضربات جزاء في المباراة للمنتخب القطري. وهنا بطبيعة الحال في كتب الأمور واضحة جدا بلا ما ندخلوا في التفاصيل، في حال هذوك اللي كيقولوا الكولسة الكولسة الكولسة. فعلى كل ما يهمنا وهو أننا ندعو بالتوفيق المدرب المغربي حسين عموتة، لأنه صراحة حقق إنجاز رائع جدا مع المنتخب الأردني وأوصله لتحقيق إنجاز تاريخي بالنسبة للأردن والمنتخب الأردني. ندعو له بالتوفيق في مسيرته المهنية وباقي المشوار المستقبلي، كذلك بالتوفيق للمنتخب الأردني. بطبيعة الحال نأسف على أن المنتخب الأردني ماشي هو اللي خدا الكأس. قطر كانت لا تستحق التتويج بطبيعة الحال، لكن هذه الأمور وما فيها ريحة المال، يعني الفلوس كتشمها من خلال المباراة، من خلال الأداء ديال الحكم، من خلال القرارات ديال الحكم. وهذا الشيء اللي عطا الله. متابعينا الكرام، أراكم في فيديو قادم.